يحكى أن أحد خلفاء بني أمية كان عنده فرس غالي جدا جدا، كان دايما بيخرج بيه مع الحرس بتوعه. وفي مرة خرج بيه في الصحراء لوحده، وفي الطريق بالحصان بتاعه قابله راجل مش مسكين، لأ مساكين، هدومه متقطعة. شاورله وقاله: منذ 3 أيام لم أذق طعاما، احملني خلفك. فالراجل الشهم قاله: لا أحملك خلفي، بل اركب أنت وأمشي أنا. الراجل ركب على الحصان، وللأسف أول ما ركب على الحصان قال: يا فكيك، خد الحصان وجري. فالراجل الشهم قاله: يا هذا بالله قف، وطبعا مش راضي. فقال له تاني: يا هذا بالله قف. والراجل بقى خلاص خد الحصان، فقال له تالت مرة: بالله قف. فوقف وقال له: ماذا تريد؟ قال له: بالله كلمة. فقال له: ماذا تريد؟ قال له: بالله لا تخبر أحد بالذي فعلته معي. قال: وماذا يضرك والحصان معي؟ فالراجل الشهم قال له: حتى لا يضيع المعروف بين الناس. أهل الخير عايزين الخير يفضل مكمل، ما تنشرش الشر وانشر دايما الخير. طبعا خد الحصان